دخل عليكم يا جماعه ان هي رقاصه وامها رقاصه وخالتها رقاصه واختها رقاصه، وشربنا المقلب. قال لك مسلسل ايش ايش بيحكي عن الرقاصه وازاي بتعمل وازاي بتسوي، وتيجي تتفرج على المسلسل قمه الروعه. الادوار كلها متسكنه صح، متسكنه ان جدا، وشابوه بجد اللي خلى دينا مع انها رقاصه متمكنه تكون خالتها وامها تبقى انتصار ممثله جامده. ده مش تقليل منها، لا هو دورها حلو قوي هنا في هدوءها. ويا سلام على ادوارد بقى، الراجل ده بيثبت دايما ان هو اتظلم في انه اتحط في ادوار كتير قوي مش بتاعته. بس اللي عاتب عليه بقى المقلب اللي الناس شربته ده. مسلسل رقاصه ما فيهوش الا مشهدين رقص، واحد اللي قال لك هي جايب واحده رقاصه وعامل ذكاء اصطناعي والجو ده، والمشهد الثاني في الاغنيه بتاعت عمر كمال وهي بترقص جنبه، وباع لكم البيعه. واللي الناس ما تعرفوش ان ده كان ترويج للمسلسل اصلا، عشان عارفين بيروجوا لمين ومين اللي هيتفرج على المسلسل علشان خاطر بتاع رقاصه. مع ان لو شفنا مسلسل زي العتاوله مثلا هنشوف فيه مشاهد رقص واجرأ من اللي في مسلسل ايش ايش يعني. ده انا كمان شايف ان انا يعني عاتب على انهم ما اظهروش حياه الرقاصه اللي بجد. على فكره في رقاصات ناس ما تعرفش عنهم حاجه، وفي رقاصات درجه تانية وثالثه ورابعه وليهم حياه دارك يعني ما حدش يعرفها، ما لمسوش حته زي دي. يا ريت المسلسل ده كان يتعمل في وقت تاني غير رمضان ويتشرح فيه بالاخص حياه الرقاصات نفسها، ومش شرط يبقى فيه اباحه، لا حياتهم فيها حاجات كتير قوي غير الاباحه يعني. لكن انا شايف من وجهه نظري المسلسل بسيط جدا، لو جينا نقارنه بمسلسلات تانية ما بتتكلمش عن رقاصات لا هيبقى مسلسل جامد جدا، على الرغم من الانتقادات ومي عمر وبتاع والكلام اللي بيتقال، بس بجد كل واحد عامل دوره وانا مبسوط جدا بالمسلسل ده. وعادي جدا كان ممكن تبقى دكتوره وامها مهندسه وخالها مش عارف مين، وعادي يطلع برضو زباله ويعمل فيهم اللي بيعمله ادوارد، عادي جدا كان ممكن تبقى مش رقاصه عادي. لكن هو يا سلام على الذكاء، عارف بيبيع لمين. اكيد انتوا فاهميني كويس. بجد المسلسل ما فيهوش حتى الفاظ كتير يعني مقارنه بغيره. ممكن الاسره عادي تتفرج من سن مثلا 16 سنه او 17 او 18 سنه، ممكن يتفرج على المسلسل ده عادي جدا يعني. ومش تطبيل والله، هعمل لكم فيديو عن التفاصيل بتاعه المسلسل ده اللي انا عرفتها، وهتعرفوا ليه انا بتكلم عنه كده. كان معاكم عمو ريشه في هبد غير فني او فني اللي تشوفوه بقى. السلام عليكم.